عارفين اديداس وبوما بتوع الجزم؟ طب تصدقوا ان الاتنين بدايتهم كان بسبب خناقه بين اتنين اخوات؟ القصه بدات في المانيا سنه 1924 في مدينه صغيره اسمها هيرزبن اوراخ. اخين ادي داسلر واودي داسلر. ادي كانت دماغه في التصميم والابتكار، ورودي كان اجتماعي وشاطر في البيع والكلام. والاتنين فتحوا مصنع الاخوه داسلر، وبداوا يصنعوا احذيه رياضيه تصميمات متطوره ومختلفه عن باقي السوق. في اولمبياد برلين 1936 العداء الامريكي جيسي اونز لبس جزمه من عندهم وكسب 4 ميداليات ذهبيه، والعالم كله اتكلم عنهم. مبيعاتهم زادت جدا. ولكن لما بدات الحرب العالميه الثانيه المصنع اتحول تصنيع معدات للجيش الالماني، والتوتر بين الاخين بدا يظهر. كل واحد فيهم بقى شايف ان التاني بيحاول يسيطر على المصنع لحسابه. والموضوع بقى اسوأ لما فرض على رودي انه يلتحق بالجيش الالماني، في حين اخوه ادلر سابوه يدير المصنع. ورودي شاف إن ده حصل بسبب تخطيط من أخوه. ولما الحرب خلصت علاقتهم ببعض كانت خلصت معاها. سنة 1948 رودي فتح شركته سماها بوما. وسنة بعدها 1949 أدي أسس أديداس، اللي هي من أول حرف اسمه أدي داسلر. ومن اليوم ده المدينة انقسمت فعلا، والناس بقت بتبص على جزمة اللي قدامهم قبل ما يسلموا عليه عشان يعرفوا هو فريق بوما ولا أديداس. واشتهرت المدينة بسبب كده باسم مدينة العنق المنحني. في 1970 التنافس بينهم بقى عالمي. فقبل مونديال كرة القدم 1970 الشركتين عملوا اتفاق شرف ان مفيش واحدة منهم تطلع على الأسطورة بيليه عشان ما يبدأوش حرب دعاية بينهم. بس بوما كسرت الاتفاق بدهاء، اتفقت مع بيليه وادوله وقتها حوالي 120 ألف دولار عشان قبل ماتش البرازيل ضد بيرو يقف في نص الملعب ويربط جزمة بوما كينج اللي كان لابسها ببطء عشان تبان في الكاميرات اللي تنقل الماتش. واللقطه اتذاعت في كل الدنيا، وكانت واحده من اذكى الحركات في تاريخ التسويق الرياضي. اما اديداس فاختارت طريق الابتكار والرعايه الرسميه. وفي 1972 بقت الراعي الرسمي لاولمبياد ميونخ. والثلاث خطوط بتاعت اديداس بقت من وقتها رمز عالمي من اول الملاعب لحد الشوارع. ودلوقتي بعد سنين من انفصالهم رغم المنافسه الطاحنه بينهم الا ان الشركتين قدروا يحققوا نجاح كبير رغم اختلاف في الطريقه والاسلوب. فاديداس حاليا بتبيع بحوالي 24 مليار يورو في السنه، وبوما بحوالي 9 مليار يورو. والاخوات فضلوا عايشين في نفس المدينه بس ما اتكلموش تاني ابدا مع بعض لحد ما ماتوا في اواخر السبعينات. كل واحد فيهم اتدفن في مقبره بعيد عن التاني. الخلاصه بقى هنا ان اوقات الخلاف مش دايما خساره، ساعات بيكون الشراره اللي بتولد الابداع والنجاح.